عارف ايه هي المعجزة الأكبر؟ هي الخشوع في الصلاة، وقد ايه اكتشفوا فايدتها للروح والجسد. وعلى العكس تماما، لما بتسرع في الصلاة مش بتحس بيها لا نفسيا ولا حتى جسمك بيستفاد بيها. طيب ازاي؟ هديك مثال. لو انت رحت في اي سيشن يوجا وعملت التمارين بسرعة جدا، هيقولوا لك ايه؟ انت بتهزر ولا ايه؟ انت كده جسمك ما استفادش بأي حاجة. الطريقة الصح انك تعمل التمرين ببطء اكتر، وتاخد من 10 ل 30 ثانية في كل تمرين، والتمرين ده بتعمله من مرتين لاربع مرات، وكمان تقدر تعمل التمرين ده اكتر من مرة على مدار اليوم. ده اللي واصلين له في 2025 في استرتشات اليوجا. تخيل ده بقى احنا بنعمله من اكتر من 1400 سنه في الصلاه كل يوم بنفس الطريقه بالظبط. فانت لو بتعمل تمرين استرتشات للاماميات او الخلفيات، الطبيعي ان انت بتعملها من 2 ل 4 مرات، وده اللي بيحصل بالظبط في صلواتنا الخمسه. الصبح او الفجر بتصلي ركعتين، المغرب بتصلي 3 ركعات، والظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، يعني بالظبط في نطاق السدس او المجاميع من 2 ل 4 مجاميع. وطبعا افضل حاجه انك تعمل الاسترتش اكتر من مره في اليوم، فاحنا هنا بنعمله 5 مرات مش مجرد مره واحده بس، عشان تفيد جسمنا ومفاصلنا وكمان نفسيتنا. وده بيحصل لما بتصلي بخشوع وببطء شويه. كل اللي عايزك تقوله هو سبحان الله على الخلق بتاعه، ابداعه العظيم، وانك تقوم تصلي دلوقتي، لان ممكن دي تكون اخر حاجه هتعملها النهارده.